راح للأولتراس وراح لكيرشا اللي هو احد كابوهات النادي الاهلي، راح لهم فقط الأولتراس وابتدى يعمل لهم كده زي ما انتم شايفين. والمره الثانيه راح برضه ورا الجون، فاكرين في المقاولين العرب. ايه الحكايه يا جماعه؟ الحكايه ان أولتراس كيرشا ده احد من ينتموا للأولتراس او احد القيادات، عامل كافيه في منشيه البكري مسميه كافيه 74 على الشهداء الأولتراس. تخيلوا يا جماعه، انتوا عارفين اليافطه دي اللي بتبقى مكتوب عليها مثلا كبيره بتاعه الحكومه، اليافطه بتاعه الحكومه اللي يقول لك مثلا ايه، يمين منشيه البكري، على طول جامعه عين شمس، معرفش روكسي. راحوا دهنوها كلها وعملوا جرافيتي لابو تريكه رقم 22 قدام الكافيه على طول، والحكومه ملهاش علاقه وما تقدرش تمسح البتاع. بقول لكم ده اليافطه بتاعه الحكومه اللي بيبقى مكتوب عليها سهم يمين سهم شمال، حاجات من هذا القبيل. ابو تريكه بيروح يقعد مع كرشه في القهوه، بيفطر معاه في رمضان، بيساعدهم في بعض الاحيان في التذاكر السفر لجنوب افريقيا. وعايز اقول لكم ان تذكره السفر لجنوب افريقيا ب 8000 جنيه، والاقامه هناك مع الاكل في 4 ايام بتوصل لها 12 13 14 15000 جنيه. سافر 11 واحد من الأولتراس. طب الفلوس دي منين يا جماعه؟ معظمهم بسطاء، فيهم مقتدرين نوعا ما ومعظمهم بسطاء. كل مره سافروا ليوبار وسافروا في كل حته. بعضهم بينتمي للاخوان، بعضهم بينتمي للاخوان، بعضهم بينتمي للاخوان عقيده ممكن، والبعض بينتمي مصلحه. ده حقيقي، انا بقول لكم بمنتهى الصراحه. كريم عادل احد اللي كان بيقولوا على بعد مجزره بورسعيد على كل لعيبه النادي الاهلي ان هم مش رجاله، وان ابو تريكه بس هو الوحيد اللي راجل. ده كريم عادل عمل ايه؟ ليه قرروا ان هم يطلعوه بره الأولتراس كاحد كابوهات الأولتراس والمعروفين قوي؟ طلعوه بره ليه؟ لانه راح المغرب، وقيل انه قعد مع كامل ابو علي، وكامل ابو علي اداله مبلغ من المال وعرض وقال له لو سمحت اتفق لي مع اسر الشهداء عشان اقعد معاهم، ويعني ما معناها الديه او ننهي الموضوع او من هذا الكلام. وكان مع واحد اسمه تيكا برضو من الأولتراس. اما عرفوا أولتراس في مصر ان هو قعد مع كامل ابو علي والعرض دوت، طلعوا كريم عادل وتيكا ده من الأولتراس نهائيا، ودخلوا مكانه احمد ادريس. احمد ادريس ده برضو انا احد الأولتراس بس ما كانش كابو، خلوه كابو مكان كريم عادل، وبعدوا كريم عادل نهائيا عن الموضوع. ابو تريكه عن طريق شركه محمول معروفه في مصر خد فلوس ووزع بعض الاموال على بعض اسر الشهداء، وده حاجه مش عيب، عن طريق شركه محمول. وابو تريكه غير يعني يرى الأولتراس ملائكه ولا يراهم يخطئوا تماما، وده كلامه على طول في اي حته. وهو بيرفض انه يسلم على الوزير الانقلابي طاهر ابو زيد كما يقول ابو تريكه، رغم ان على الفيسبوك بيحط له صور هو وجمال مبارك، حاطين له هو وحسني مبارك، يعني بيروح يقابله ويقعد معاه وبيبوسه ويحضنه ويتصور مع جمال مبارك اهو عادي جدا، وعلاء مبارك وعادي يعني، وبياخد منه الميداليه. فهنا على الفيسبوك بيقولوا له يعني اشمعنى ابو تريكه؟ ما انت يعني الاخوان يروا ان دول فاسدين ودول ودول ودول، وانت كنت بتسلم عليهم، اشمعنى المره دي مش عايز تسلم على مارادونا النيل كابتن طاهر ابو زيد وكابتنك في النادي الاهلي؟ على العموم ابو تريكه لنجوميته ولوقوف أولتراس وراه. اقول لكم من ضمن الحاجات كمان، أولتراس يوم 9/3 يوم ما اتحكم بالإعدام على 21 واحد في بورسعيد بسبب قتل 72 شهيد الله يرحمهم يا رب، في كشك أمام من بره النادي على طول، اللي هو وانتوا داخلين بعد الأوبرا كده شمال، في كشك لازق في باب النادي الأهلي اللي بيودي على الملعب على طول. الكشك ده بتاع واحد اسمه عم سيد. يوم 9/3 اما راحوا عند النادي الأهلي الكشك ده مقفول خالص، تم تكسيره نهائيا واتاخد كل حاجه فيه، شوكولاتات وحاجات ساقعه واسوده وبطاطس وكل حاجه، واتنهب يعني. وكانت تكلفه البضاعه دي حوالي 6000 جنيه وبتاع. الراجل عم سيد ده الغلبان دور على الأولتراس، راح لبعضهم في السيده زينب، جمعوا له 1000 جنيه وادوه له.
ده برضو من ضمن الحاجات اللي انتوا حابين تعرفوها. هنا السؤال بمنتهى الصراحة، النادي الأهلي كان قوي جدا مع أحمد عبد الظاهر جدا 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 لخلط السياسة بالرياضة. أما مع أبو تريكة فالوضع مختلف، لم يعاقب أبو تريكة ولم يعرض الموضوع على النادي الأهلي، رغم أن هم يعلموا تماما أن رفض أبو تريكة لاستلام الميدالية لأول مرة كان بسبب عدم اعترافه بهذه الحكومة. لدرجة ان جريدة الشروق الغريبة جدا الجزائرية، الناس كانت بتزعل من البعض ان احنا بنتكلم والاعلام الفاسد المصري اللي وقع العلاقات بين مصر والجزائر، واحنا اعترف في يوم من الايام ان انا اخطأت في بعض الاحيان في بعض التصورات، والشعب الجزائري على راسي من فوق، ولكن يبقى الاعلام الجزائري يتدخل فيما لا يعنيه. جريدة الشروق بتقول: الانقلابيون يطالبون بقطع يد لاعب الأهلي، رفعوا شعار رابعة. قال له: أيادي المصريين على قلوبهم بعد الشوط أول عقيم، وكان الإقصاء قريبا منهم، يعني كنا هنطلع بره. حدثت الوثبة في الشوط الثاني، سجل أبو تريكة المغضوب عنه من طرف النظام الحالي للبلاد الهدف الأول. يتمكن زميله أحمد الظاهر من قتل هدف المباراة الثاني، ولكنه قتل أيضا الذين كانوا أرادوا أن يقولوا أن مصر جميلة بأمانها وانتصاراتها في عهد السيسي، حيث قام اللاعب الظاهر اللي يبلغ من عمر 29 عاما، يعني ما معناها ان وهو هز الإعلام الموالي للنظام وكلام من هذا القبيل. هذا هو الإعلام الجزائري الذي يحاول أيضا انه يعني مش عارف اقول ايه، والشاهد على هذا الكلام هو الشعب الجزائري. كان في كلام ان ابو تريكة هيعتزل ومش وحيا الناس وخلاص مش رايح. النهارده ابو تريكة موجود في معسكر المنتخب استعدادا لمباراة غانا، وبعدها يتوجه لكأس العالم للأندية. دي كانت تريكة وكالعادة وهو يدافع عن طبعا الأولتراس في قناة 25 اللي تم قفلها، قناة الإخوان المسلمين، مع وائل شيتوس. ماذا كان يقول؟ ونرجع لكم تاني. كلام مسموع عند الالتراس وبيحبوك حب شديد جدا، والالتراس دلوقتي ضد الاداره بتاعت النادي الاهلي. ما اتكلمتش ليه بواقع ان انت شايف اهو يعني اداء كويس من الاداره؟ طب ليه ما اتكلمتش ليه مع الالتراس تقول لهم وجهه نظرك؟ بص اقول لك على حاجه، برضو الكلام عشان يبقى واضح وصريح. علاقتي بالالتراس بدات من بعد الحادثه مجزره بورسعيد. انا ما كانش لي علاقه بيهم ولا كنت اعرفهم ولا حكم اللي انا تعايشت في هذه الحادثه. لم ارى منهم الا الوفاء، لم ارى منهم الا الاخلاص، لم ارى منهم الا الجدعنه والرجوله. تمام؟ الرجوله والجدعنه والشهامه للاسر اللي اولادهم ماتت، ومدى الاصرار ان ياخدوا حقوق هؤلاء. شفت فيهم الشهامه بتاع المصريين، شفت فيهم الجدعنه بتاع المصريين، اكلت منهم معاهم عيش وملح. فكل ده ينصب تحت. ده كلام ابو تريكة. لم ارى الا منهم. لم ترى التكسير يا ابو تريكة، لم ترى التكسير القطورات، لم ترى تكسير الملاعب، لم ترى الاعتصامات والمظاهرات وقفل الطرق. على فكره ابو تريكة راح عزة في عمرو حسين اللي مات في الوايت نايتس، وكان رايح مع كرشه برضه، يعني كان راح هو كرشه خده وراحوا العزاء لعمرو حسين شهيد الوايت نايتس. طيب دي كانت قصتنا النهارده. كان في قضيه لنادي الزمالك النهارده تم تاجيلها ليوم 17.